يا أهلا وسهلا بيكم معانا في سلسلة مشاريع مكتب سكتش للعمارة والديكور في الغردقة. والنهاردة معانا مشروع مميز جدا لفيلا في مجاويش، في منطقة مجاويش في الغردقة. والعميل كان جايلنا بقطعة أرض تم ترخيصها علشان يبني عليها فيلا مكونة من بدروم ودور أرضي ودور أول علوي. طلباته كانت ان هو يعمل تصالح، كان متخيل ان هو محتاج لتصالح، وكان طالب تعديل في الرسم المعماري اللي بناء عليه اخد الرخصة. لان هي كانت توين، كانت الرخصة طالعة للمبنيين دول. فكان متخيل ان الحالة دي هتحتاج لتصالح. ولما عينا ودرسنا الملف وضحنا له ان طالما المبنى لم يقام بعد بيبقى اسمه تعديل معماري وفي الرخصة وليس تصالح. ولكن طبعا التعديل المعماري فيه عليه بعض القيود، وهو ارتباطه بالمبنى المقائم والنسب بتاعته والمناور. خلينا نشوف فكرنا ازاي في المشروع وقدرنا ازاي نحصل على رخصة للرسم الجديد بطلبات العميل اللي كان موضحها لنا في الرسومات. كان طالب ان هو كان الموجود الجاردن في الجزء الخلفي او النسبة كلها في الجزء الخلفي من الارض، لان كان الجار باني على وش الارض. هو كان طالب ان هو يرجع بالمبنى للخلف. ده اول حاجة، وده علشان يديله سماحية كمان ان هو يقدر ينزل ب رامب ويدخله على البدروم اللي في الجراج. وكان مطلوب طبعا رسم ادوار العلوية يكون فيها استغلال مساحة اكبر، ووجدنا ان السلم واكل مساحة كبيرة جدا من مساحة البيت اللي هو عايز يرخصه. طبعا تم التعامل مع الرسومات والأدوار المختلفة بحيث ان هي توفي كل الاحتياجات اللي هو محتاجها. وبعد كده بدأنا في تدخيل الرسومات لحي جنوب وعمل اللازم للحصول على الرخصة الجديدة والتعديل المعماري بناء على احتياجات العميل وطلباته. بدأنا بطبعا المعاينة زي ما حضراتكم عارفين. ده كان مساحة الأرض بتاعتنا، ووجدنا منور في المبنيين. ده كان لازم ان احنا نحتفظ بيه لان هو جزء من نسبة المعطاة للاشتراطات. ده المنور حافظنا عليه علشان وحافظنا على وجوده لان هو مرتبط برخصة المبنى القائم التاني. هو كان السلم مساحته كبيرة جدا، فكان عايز نغير الدنيا علشان يبقى فيه برايفسي والصالة ما تبقاش مفتحة كده على الغرف. بدأنا في التصميم بالفعل وعملنا بدل البروبوزل 2، واختار معانا فعلا واحد منهم، وهو يعني كنا مقترحين ان يكون في منور سماوي من ناحية الجار المشترك ما بينه القديم، واقترحنا واحد تاني ان يكون المنور الناحية التانية، وقد تم اختيار هذا البروبوزل. خلينا نشرحه. ده سلم كده بيطلعنا على المنسوب بتاع الجراوند فلور، وده رامب بينزلنا للبدروم وبينزلنا للجراج بتاع البدروم، وفي باب بيدخلنا على دور البيزمنت او البدروم. البيزمنت كان عبارة عن استوديو في غرفة ماستر كبيرة بحمام ومخزن او لاندري زي ما هم عايزين، ودي الصالة بتاعتنا. وده السلم اللي بيطلعنا على الدور اللي فوق. الدور اللي فوق اللي هو الجراوند فلور نقدر نوصله من الشارع على طول عن طريق السلم ده او عن طريق السلم ده من البيزمنت. هنا في زون لطيفة كده للقعدة قدام الباب، وعملنا بارتيشن علشان الخصوصية بتاعت غرفة معيشة. واخدنا في الجزء اللي ورا مطبخ بمساحة حلوة جدا، ودايننج وتويلت عشان يخدم الليفينج والمطبخ والليفينج بتاعتنا. وطبعا السلم متحوط بأربع حيطان علشان ما يحصلش تسريب في الهواء او في
التكييف، واخدنا هنا زي built in كده cupboard لتخزين الفضيات والحاجات اللطيفة دي. بيظهر الكلام ده بعد كده في الديكور وفي الفرش وفي الأشكال. بنطلع هنا للدور اللي فوق، وجدنا هنا غرفتين والحمام الخاص بيهم، ودي زون لطيفة جدا للليفينج فوق، وده باب الماستر بيدروم على المنور الخلفي أو الحديقة الخلفية. ده الزون بتاع النوم بتاعنا، ودي دريسنج وحمام. وده كان التصميم الخاص بالواجهة، وبالفعل استلمنا الرخصة في أقل من 6 شهور، وبدأ البنى والحمد لله. ده التصميم بتاع الواجهة بتاعنا، ده الرامب بتاع العربية علشان تدخل جوه الجراج، وده السلم اللي بيطلعنا لمنسوب الدور الأرضي، ومن جوه بنقدر نطلع للدور الفيرست فلور. بشكركم للمتابعة، أتمنى أكون أفدتكم. تحياتي، كانت معاكم مهندسة استشارية مريم نشأت عدلي.